الأب كروز والأم لوفيلا بيسيبوا أولادهم بالبيت ويروحوا شغلهم، وبعد ساعات بتحصل حاجة غريبة، وهي واحدة من بناته بتنزل بوست على فيسبوك بتقول فيه: ساعدونا، في لصوص دخلوا البيت، أنا مستخبية تحت السرير. واللي في شخص بيشوف البوست ده فبيقرر إن هو يتصل على الأب، واللي في دقايق الأب بيوصل البيت وبيشوف منظر مرعب، والأغرب من كده لما يسمع الصوت اللي كان جاي من الحمام. فيا ترى إيه القصة الحقيقية بالظبط، وإزاي هنكتشف حاجة ما كانش حد يتوقعها أصلا؟ فلو حابب تعرف كل ده خليك معايا لآخر المقطع. السلام عليكم، ويلكم باك تو تشانل. معكم دراكس، رجعت لكم فيديو جديد. حرفيا يا جماعه انا حابب اقول لكم على حاجه معصباني بطريقه كبيره جدا الفتره الاخيره، وهي فاكرين اخر مقطع نزلته ليكم؟ المقطع ده اتاخر بطريقه كبيره جدا في نزوله، لكن اللي ما تعرفوهوش ان في الوقت اللي نزل فيه الفيديو ده اصلا هو كان خلصان من 3 ايام، لكن اليوتيوب زعلان مني بطريقه كبيره ويقول لي انت الفيديو بتاعك خطير وفي حاجه مش مظبوطه، مع ان يا جماعه الفيديو كان عادي جدا وما كانش فيه اي مشاكل. فعلشان لو اتاخرت في الفيديوهات فوالله العظيم ده بيكون غصب عني، وبجد بجد شكرا ليكم على التفاعل اللي عملتوه برضو على المقطع الاخير. فمن غير ما ندخل نتكلم كتير بمقدمه كوبايه القهوه والنسكافيه بتاعتك او اي سناكس انت بتحبها مكان هادي وسماعتك، وتعالى ركز معايا بقصه مقطع النهارده. القصة كلها هتبدأ من الفلبين، وبالتحديد في مدينة اسمها كوتوباتو، مع أسرة بسيطة مكونة من 4 أشخاص، وهم الأب كروز واللي كان بيشتغل مدرس، والأم لوفيلا واللي كانت مديرة لنفس المدرسة اللي بيشتغل فيها زوجها، وكان معاهم بنتهم الكبيرة واللي كان اسمها جوين واللي عندها 18 سنة واللي كان حلم حياتها إنها تبقى ممرضة، وكمان ابنهم التاني الأصغر منها واللي اسمه لويز واللي عنده 16 سنة واللي ده بقى كان نفسه إن هو يبقى محامي. والأسرة دي واللي هي أسرة كروز ما كانتش غنية بشكل كبير ولا حتى فقيرة قوي، لكنهم كانوا مبسوطين جدا مع بعض ومقضيين حياتهم بشكل عادي وبسيط. كل حاجة لغاية هنا يا جماعة زي الفل، مفيش أي مشاكل. لكن تعالوا أعرفكم على الشخصية الخامسة اللي تبع قصة مقطع النهاردة، واللي هتكون مهمة جدا إن احنا نعرف إيه قصتها. في سبتمبر 2018 كان في واحدة راكبة سفينة ومسافرة لمدينة كوتابوتو نفس مدينة الأسرة، فلقيت بالصدفة بنت كان عندها 8 سنين بالظبط وملهاش أي أهل على السفينة، وحرفيا هي لما ابتدت تسألها عرفت إنها فاقدة للذاكرة اصلا، والحاجه الوحيده اللي تعرفها وهي اسمها، واللي كان اسمها جانيس. فقررت انها توديها للشرطه، واللي الشرطه بدورها ودتها لدار ايتام. وبعدها بفتره بعد ما راحت دار الايتام في اسره بتقرر انها تتبناها. ليه؟ علشان تراعي اطفالهم وتخلي بالها من البيت وتنظفه وكده، او تقدروا تقولوا كده من الاخر انها يعتبر اشتغلت عندهم خدامه في مقابل مادي حرفيا قليل جدا. وبتمر الايام يا جماعه لغايه ما جانيس دي يبقى عندها 17 سنه، واللي بالصدفه كانوا واخدينها في يوم مشوار، فهتقابل مين؟ صح، بسم الله ما شاء الله عليكم، حرفيا انتوا ابتديتوا تركزوا. هتقابل يا جماعه جوين، وبيتكلموا مع بعض في اليوم ده، وبتعدي الايام وبنكتشف ان هم اتعرفوا على بعض، بل بالعكس حرفيا هم بقوا اصحاب. وحتى اخو جوين واللي هو لويز اتعرف على جانيس برضه، وكانت علاقتهم ببعض قويه جدا. لكن النقطه هنا ان جوين ولويز كانت صعبانه عليهم حاله جانيس دي بطريقه كبيره جدا بسبب الشغل اللي هي بتشتغله، وكمان التعب والوقت وحياتها اللي متدمره مع الاسره اللي متبنيينها دول. فراح على ابوهم وامهم علشان يتكلموا معاهم في موضوع، واللي هو انهم يوافقوا ان البنت اللي اسمها جانيس دي تروح وتعيش معاهم في البيت، علشان هي كانت صعبانه عليهم بشكل كبير، وكمان بسبب ان هم ارتبطوا ببعض وبقوا كلهم صحاب. الاب كروز في البدايه كان رافض الموضوع تماما. ليه؟ لانه حرفيا ما كانش في اي مكان يقدروا يسيبوها فيه او هي تنام فيه عموما في البيت بتاعهم، لان زي ما قلت لكم انهم كانوا اسره مش غنيه جدا. فراح ابنه اللي اسمه لويز عرض عليه ان هو يسيب الغرفه بتاعته وينام في الصاله على الكنبه ويديها الغرفه علشان تنام فيها. وبرضه الاب كروز كان رافض في البدايه، لكن بسبب حبه لاطفاله ما كانش بيرفض لهم اي ضرر. وبالفعل البنت اللي اسمها جانيس دي راحت وعاشت معاهم في البيت هناك عادي جدا، وكانوا بيعاملوها احسن معامله، ده لدرجه ان كروز ولوفيلا كانوا بيعاملوها على اساس انها بنتهم. وحتى بعدها بفتره الاب كروز اتبناها ويعتبر خلاص كده بقت بنته، وحياتهم مع بعض كانت سعيده جدا، وده هتقدروا تعرفوه من خلال اكونتات السوشيال ميديا بتاعتهم. طيب يا دراكسلر، القصه لغايه هنا زي الفل يا عم، لكن فين الاكشن؟ تريث. بعد ما يقارب سنة، في 10 ديسمبر سنة 2021 الأب والأم بيجهزوا أكل لأطفالهم وبيروحوا شغلهم وبيسيبوهم في اليوم ده بالبيت. لكن بحوالي الساعة 3 العصر بتحصل حاجة غريبة، وهي إن جانيس بتنزل بوست على حسابها بتقول فيه: الحقونا، في لصوص اقتحموا البيت، أنا مستخبية تحت السرير، اتصلوا أرجوكم على الشرطة. ففي شخص من الناس اللي شافت البوست ده قدر إن هو يتصل على الأب كروز ويقول له: الحق، البيت بتاعك فيه مصيبة. الأب كروز أول ما سمع المكالمة دي حرفيا اتجه على طول بأقصى سرعة
عنده للبيت، وبمجرد ما يوصل هناك بينصدم من المنظر اللي عند الباب اصلا، واللي هو كانت السجاده اللي قدام الباب مليانه، وكمان كان فيه سكينه من بره، والباب اصلا كان مقفول. فقرر ان هو يلف من ورا البيت ويدخل من الباب الخلفي، واللي بمجرد ما هيدخل جوه يا جماعه هيشوف منظر بشع بطريقه كبيره، وهو بنته اللي اسمها جوين مرميه على الارض وعليها كميه كدمات رهيبه، وكمان مطحونه اكتر من 25 مره. واللي بعدها بكام سنتي بالظبط هيلاقي ابنه لويز، واللي كانت ايديه مربوطه وعليه برضه كدمات كتيره، وكمان مطحون اكتر من 51 مره. وفي اللحظه دي يا جماعه من المنظر الاب بيقعد على رجليه وبيصرخ، لغايه ما بتحصل حاجه غريبه، وهي انه بيسمع صوت جاي من الحمام، واللي على طول بيتجه عليه، وفجاه اللي جوه الحمام ده بيخرج، وبيكون مين؟ بنته جانيس، واللي كانت حرفيا مبلوله كانها كانت بتستحمى. فمجرد ما شافها الاب حضنها وابتدى يطبطب عليها ويقول لها هل انت بخير؟ في كدمات؟ هل اتصبتي؟ لكن بنته قالت له لا ما تقلقش، انا وما حصلتليش اي حاجه. واللي على طول سالها ايه اللي حصل؟ قالت له ان في 3 لصوص هجموا على البيت، وانا بمجرد ما سمعت صوتهم دخلت الغرفه بتاعته واستخبيت تحت السرير. واللي بتقول له انا سمعت اللصوص وهم بيقتلوا لويز الاول وبعدها جوين، وبعدين هربوا من البيت. الام حرفيا بعد ما سمعت اللي حصل اغمى عليها اثناء ما كانت بالشغل، والشرطه على طول جت علشان تفحص المكان، واللي حرفيا هيلاقوا كميه حاجات غريبه غير طبيعيه، وهي انهم يا جماعه هيلاقوا ان اللصوص دول ما اخدوش اي حاجه من البيت غير حاجه واحده بس، وهي الموبايل بتاع جوين، وكمان الادوات اللي استعملوها علشان يقتلوا جوين ولويز هم مضرب البيسبول بتاع لويز، وكمان المطرقه بتاعت الاب، وكمان السكين اللي كانت يعتبر موجوده اصلا في المطبخ. لكن الحاجه الغريبه اللي هتحصل دلوقتي وهي ان بعد 3 ايام بالظبط من الجريمه الشرطه بتقبض على الشخص اللي عمل كده، واللي هو اكيد انتوا عرفتوه، جانيس. اول حاجه هي قالت ان اللصوص قتلوا لويز وبعدين جوين، لكن الشرطه كان بتقول عكس كده، بتقول ان جوين ماتت الاول وبعدين لويز. وتاني حاجه المطرقه اللي كانوا مستعملينها اللصوص دول ما كانش فيه اي حد هيقدر ان هو يجمعها في البيت الا لو كان شخص من البيت نفسه، لان الاب كروز اصلا كان مدسيها. فازاي قدروا اللصوص ان هم يجمعوها ويطلعوها ويعملوا اللي عملوه بيها؟ فكان الموضوع غريب. والحاجه الثانيه انها كانت بتقول انها استخبت في السرير في اوضتها، لكن الشرطه لما طلعت لقيت ان اصلا كان في للبنت جوين في اوضتها. فازاي اللصوص لما دخلوا الاوضه ما شافوهاش؟ ده وغير اصلا كميه البصمات الرهيبه بتاعتها اللي كانت على مضرب البيسبول والمطرقه والادوات الثانيه اللي استعملتها في الجريمه دي. لكن طبعا انتوا في حاجه ومستغربينها كلكم، وهي ازاي قدرت لوحدها انها تعمل كل ده؟ الموضوع بكل بساطه ما كانتش لوحدها. ازاي؟ كان في شخص بيساعدها، والشرطه قدرت انها تقبض عليه. ليه؟ لان الشرطه لما فتشت البيت وكده لقيت البطاقه بتاعته كانت جانيس مخبياها، واول ما وروها لجانيس اعترفت من خلال الموضوع ده بكل حاجه، وقالت انها فعلا هي اللي عملت الجريمه. وحتى الشاب اللي كان معاها ده بعد ما قبضوا عليه هو التاني اعترف. لكن السؤال اللي محيركم دلوقتي بطريقه كبيره، وهو هي ليه جانيس اصلا عملت كده في جوين ولويز برغم انهم كانوا بيحبوها بطريقه كبيره؟ الموضوع بكل بساطه على حسب اعتراف جانيس كان الغيرة، كانت بتغير من لويز وجوين، وكان نفسها هي تبقى الطفلة الوحيدة اللي في البيت علشان تاخد الاهتمام الكامل من الأب والأم ليها. وعارفين حتى حوار إنها كانت فاقدة الذاكرة وكده؟ لا بالعكس، ده كان موضوع كده، لأن الشرطة لما فتشت الموبايل بتاعها اكتشفوا إنها كانت بتكلم أمها الحقيقية، واللي هي أصلا سابتهم بسبب إن أبوها وأمها انفصلوا عن بعض بسبب إن أبوها أصلا كان مدمن على المخدرات، يعني ما كانتش فاقدة الذاكرة ولا أي حاجة. واللي بعد كل اللي حصل ده اتحولت للمحكمة، والمحكمة حكمت عليها هي والولد حبيبها ده اللي كان عمل معاها الجريمة بالسجن لمدة 32 سنة من غير حتى ما يكون فيه إفراج بعد ما تنتهي المدة. ففي النهاية أتمنى تقولوا لي هل فعلا هي عملت كل ده بسبب الغيرة ولا لا؟ وهل ممكن تكون في كانت حاجة تانية حصلت؟ وطبعا أنا عارف إن القصة صعبة، لكن حرفيا هي مش هتكون أغرب من اللي كانت بتعمله الأم شنطة في ابنها.